ساعة ما بدأنا في 3 حلقات فرقوا معانا جدا. حلقتك، حلقة سعاد يونس، حلقة لميس الحديدي. اول حاجه جت في بالي نزلت اشتريت ده، خسرت فيه جامد جدا. كلنا بنشتغل ليل ونهار صح. عشان نعمل فلوس. تعويم على الوعي ان احنا يا جماعه لازم نخلي بالنا من فلوسنا. انت مش بتنفست في كوينز ولا في افكار ولا في اسهم الكترونيه، دي شركه انت عارف اسمها. المشكله دلوقتي ان العصر اللي احنا عايشين فيه ما ينفعش تعتمد على مرتبك. انت بتشتري هذه الاسهم، انت بقيت في سجل مساهمين هذه الشركه، انت بقى اسمك من ملاك هذه الشركات. عشان تعلم الناس هو مجهود مشترك. المشكله كانت بتواجهنا هو مشكله ان محدش علمنا واحنا صغيرين ازاي نحافظ على فلوسنا. لو كانوا في الذهب كانوا تقريبا بقوا 18,000 او 19,000 جنيه. عندنا احنا شركه عربيه بنبنيها عرب للعرب. اول 3 شهور كان 50 مليار. بعد 6 شهور هتبتدي تحس ايه ده، الله انا فلوسي زادت. 80% اول مره يستثمروا عن طريق ثاندر، 50% من بره القاهره من المحافظات. سهل ان انا استرد الفلوس على طول في ساعتها. او كلنا عايزين نعمل شركات. انا بكره بقى عندي بنك، بقى عندي اسهم في بنك، انا بكره بقى عندي اسهم في جامعه، بمدارس. لما يجي الاحتياج، هانيمون، جواز، تلاقي الفلوس دي بتخرج. رايح ساندر، حد جاي؟ كله انا رايح ساندر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اتزان. انا النهارده الحقيقه بحب قعده الشخص الضيف جدا جدا جدا، لانه عمل الترانسفورميشن بتاع مازنجر، يعني عمل الترانسفورميشن الصعب على اي ذهن. هو في مجال مش سهل، انفستمنت بانكينج، بدايته عاديه جدا زيك. بدأ حياته في الانفستمنت بانكينج واشتغل فيه فتره وترقى ومن إدارة لإدارة ومن تارجت لتارجت، بس كان إنسان عادي. وبعدين جت في دماغه فكرة عادية، شافها عجبته وقرر ينفذها، فكرة ابليكيشن استثماري. ولكن إنك تيجي في دماغك فكرة عجبتك وتبقى عايز تنفذها، ده اللي مش عادي، لأن كمان الفكرة متخصصة جدا وصعب جدا اقناع الناس بالنوع ده من البيزنس. انا مش عايز اطول عليكم، انا معايا ومعاكم المستثمر الكبير احمد حموده، سي او ثاندر. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. عايز اقول لك احنا في من ساعه ما بدانا في 3 حلقات فرقوا معانا جدا. حلقتك، حلقه سعاد يونس، حلقه لميس الحديدي. والله ال3 حلقات دولت من 3 حلقات من اكتر حاجات اتعلمت مع المستخدمين بتوعنا. فشكرا جدا ان انت خدتني تاني معاك. يعني احمد، انا ليا كل الشرف، عظيم الشرف. I'm so honored، لان انا هوري الحاجات دي لعيالي واقول لهم شايفين الشركات الضخمه دي اللي عملوها كانوا اصحابي، وانا ليا الشرف ان انا اقعد معاك. حقيقه انت الحلقه بتاعتك كانت حلقه سايره فضول الناس بشكل، انا بحتك بالناس. لسه كنت بتكلم معاك، ممكن اروح اقعد في المول واروح اقعد في اوسع حته عشان الناس تسال واتعلم. صح. كل الناس جت سالتني هو الموضوع ده بجد؟ صح. يعني من اكتر الاسئله او الحلقات اللي استفزت الناس، عايزه تفهم، عايزه تعرف. انت قلت فكره عجبتنا كفريق. هو في الحقيقه هي احنا شفنا مشكله. هو المشكله دلوقتي ان العصر اللي احنا عايشين فيه ما ينفعش تعتمد على مرتبك. طبعا الدنيا بتغلى، كل حاجه بتغلى، فانت كل حد فينا محتاج يكون عنده طريقه اضافيه ان هو يزود بيها فلوسه. محفظه استثماريه. وبمنتهى البساطه كلنا بنشتغل ليل ونهار. يعني انا كل ما بشوفك انت بتعمل حاجه جديده، الكلام ده كلنا بنشتغل ليل ونهار عشان نعمل فلوس. انت جاي من على الطياره، انت جاي من احنا اللي بنقولك بقى ايه رايك لو خدت لك فلوسك تشتغل لك بمنتهى البساطه. يعني بدل ما انت شغال ليل ونهار، خلي فلوسك تشتغل لك ليل ونهار. هل الموضوع ده احنا اخترعناه في مصر؟ لا، ده موجود في كل حته في العالم. يعني انت بمنتهى البساطه 50% من الامريكان قادرين يستفيدوا من ان فلوسهم تكون بتشتغل لهم. بس قلبك انك تعمل كده. ما هي لو انت بتحل مشكله، لو في مشكله انت شايفها، هي انت ما بتبقاش اوبسيست بالفكره، انت بتبقى اوبسيست بالمشكله. هل حد يختلف، بالذات حتى بعد 23، ان كلنا محتاجين نستثمر فلوسنا، كلنا محتاجين نحافظ على قيمه فلوسنا. طب اسالك سؤال، عمرك قعدت انت مع صاحبك تقول له يلا نبدا شركه؟ احنا كل بنقولك بدل ما انت محتاج تستقيل وتبقى عندك الخبره والطريقه وتقعد يكون معاك راس المال، انت بمنتهى البساطه دلوقتي في اختراع اسمه البورصه بيمكنك ان انت تبقى مشارك او مساهم في هذه الشركات. يعني من اول بقى اكبر شركات بتعمل جبنه
ولبن لاكبر البنوك لاكبر العقارات لاكبر الحاجات دي كلها الشركات انت انتوا مشارك. عارفينها. يعني انت لما تخش على ابلكيشن ثاندر، تنزل ابلكيشن وتخش عشان تنفست، انت مش بتنفست في كوينز ولا في افكار ولا في اسهم الكترونيه. دي شركه انت عارف اسمها، احتمال تكون بتشتري منتجاتها. ده هي لازم انت غالبا بتتعامل معاهم بشكل يومي. وعلى حته حقيقي ولا لا، انت بتشتري هذه الاسهم، انت بقيت في سجل مساهمين هذه الشركه. يعني انت انت مكتوب. يعني تعال نشوف مثلا لو بنتكلم على جهينه، انت اسمك جوه جهينه. لو بنتكلم على اديتا اللي هي بتعمل مولتو، انت اسمك جوه مولتو. لو بنتكلم على طلعت مصطفى على انت اسمك اكبر البنوك، انت بقى اسمك من ملاك هذه الشركات. طيب بيك ترانسفورميشن، طبعا اكيد انت عندك ليست اوف عملاء بتتابعهم وبتشوف البيك ترانسفورميشنز حصلت معاك السنين اللي فاتت. انت يعني دلوقتي 6 سنين صح؟ احنا بدانا 2021. 2021 اولموست 5 سنين. اولموست 5 سنين. ترانسفورميشنز انت عملتها للعملاء، يعني دخلت والشركه كبرت وكان احنا لينا نصيب في استثماراتها كبير من خلال ثاندر. اكبر مشكله كانت بتواجهنا هو مشكله ان محدش علمنا واحنا صغيرين ازاي نحافظ على فلوسنا وازاي ندير فلوسنا. منتهى البساطه. واحنا من اول يوم، عشان كده لما بقول لك حلقتك فرقت معانا جدا، لان هو عشان تعلم الناس هو مجهود مشترك. احنا بنحاول نعلم، انت الحلقات اللي بتعملها بتعلم الناس. اكبر تاثير حصل وقت التعويم في مصر. ليه؟ لان وقت لما حصل التعويم الناس بقت عارفه، شايفه كل يوم قيمه فلوسها بتقل. فالناس بتدور يا جماعه احافظ ازاي على فلوسي، فبقت الناس هي اللي بتدور علينا. احنا كنا موجودين في الوقت الصح، على طريقه صح في المنتج اللي يعني احنا دايما بنقول لو فكرت فيها 2023 من اصعب السنين اللي مرت على مصر حقيقي. لو كان معاك 10000 جنيه في اول السنه، اخر السنه بقوا 5000 جنيه. حصل تعويم 50%، يعني ال 10000 جنيه بقوا يشتروا لك حاجات بنص اللي كانوا يشتروه. حط شويه جشع تجار وبتاع، بقت كمان في حاجات معينه. لو كنت حطيت فلوسك في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه، كانوا بقى بيشتروا لك حاجات اكتر 8%. مش بس حافظت على فلوسك، كمان زودت لك فلوسك. لو حطيت حاجاتك، لو كنت حطيت قيمتها، لان هو ال الاسهم، ما هو انت زي ما تقول الاسعار غليت صح. انت لما اشتريت اسهم في الشركات انت بقيت بتكسب من غلاء الاسعار. أيوة. فال 10000 جنيه دولت اخر السنه بقوا 17000 جنيه، بقوا يشتروا لك نفس الحاجات وازيد. لو كانوا في الذهب، كانوا تقريبا بقوا 18000 او 19000 جنيه. كانوا حافظوا على القيمه الحقيقيه بتاعتهم، بس بقول لك زادوا. مش بقى يعني خلي بالك احنا ما كانت الحاجات اللي بتجننا 23 و24 ان في الاوقات اللي بتمر بيها بيبقى الظروف الاقتصاديه صعبه، الغني بيبقى اغنى واللي معهوش فلوس بيبقى افضل. ليه بقى؟ لان الغني بيستثمر صح. ولو حد شاف اي حاجه وقت التعويم، اي اصل ثمنه بيزيد. ما انت لو بتستثمر زي ما انت قلت، انت انت اشتريت اسهم في شركات، فانت بقيت عندك اصول ثمنها بتزيد. طيب الموضوع سهل يا احمد. يعني انا راجل الانجليش بتاعي على قدي متوسط، في نسخه عربي من الابلكيشن، احنا من الحاجات اللي بنعملها احنا التطبيق. والمينيمم ايه؟ يعني قول لي كده، انا واحد بشتغل مثلا في مول، في كافيه، وعايز استثمر، معايا 20000 جنيه وعايز استثمر، واجمل حاجه ان انا هستثمر في اسم انا عارفه، انا عايز استثمر في اي شركه لبن. انا اقول لك احنا برضو بنحاول نعمل اول حاجه. احنا دايما يعني حاجه عندنا ان احنا شركه عربيه بنبنيها عرب للعرب. لما بنيجي نديزاين التطبيق بنبدا الاول بالعربي، بعد كده بنديزاين الحته الانجليزي. فالتطبيق طبعا في منه بالعربي. دي اول حاجه. السؤال ده سالته كتير. الحاجه الثانيه بالعربي هفهم. هي سهله قوي. انا اقول لك بمنتهى البساطه، احنا الحلقه بتاعتك عملت جدل وانا مش عارف ارد. لا انا اول حاجه اقول لك هي شركه مرخصه. هي اكبر شركه استثمار في مصر. طبعا. احنا الشهر اللي فات بس طبعا. حجم تداول على ثاندر 20 مليار جنيه. ده شهر بس. الشهر اللي فات بس. مين بقى الناس دي؟ انا فاكر لما قعدت معاك الحلقه كان السنه كلها 70 مليار. انت في اول 3 شهور كان 50 مليار. احنا بقى في الشهر واحد دلوقتي 20 مليار جنيه. مين الناس دي؟ 80% اول مره يستثمروا كان عن طريق ثاندر، اللي هو الناس اللي بتقابلك في الشارع. ده الشهر اللي فات بس. ده الشهر اللي فات بس. ده ميسنج بوينت. ده في ناس كتير بتفهم هي وداخله. وده لسه احنا كان بنتكلم ايه؟ احنا بنتكلم في نص مليون واحد بس. احنا المفروض في مصر يبقى 10 مليون واحد بيستثمروا تريدر. فاحنا لسه بنبدا. لا بيستثمروا، خلينا نقول. وانا هنتكلم عن حته التريدر ده. فانا عايز ارجع اقول لك 80% اول مره يستثمروا عن طريق ثاندر. 50% من بره القاهره، من محافظات، متوسط عمرهم 30 سنه، و12% منهم سيدات. احنا بدانا كان 3%. هل هي سهله؟ سهله جدا، سهله جدا جدا. يعني انا بقول لك، انت لما سالتني قبل الحلقه قلت بص كده، انت
لما بنيجي نبدا مع حد نقول له اول حاجه تعملها ما يجيش تبيع اللي قدامك واللي وراك وتستثمر على ثاندر. انا عايز اخد من 10 ل 20% من مرتبك الشهري، مفيش حد ادنى على ثاندر. شوف انت مرتبك قد ايه؟ مرتبك 5000 جنيه، 10000 جنيه. مرتبي 10000، مفيش 5000. هناخد 2000 جنيه في الشهر. 2000 جنيه في الشهر. دي اول بدايه. اول بدايه لازم تعملها ان انت اعتبر ان مرتبك 8000 جنيه وظبط حياتك على 8000 جنيه، وال 2000 جنيه دولت اللي انت بتستثمرهم كل شهر. هيجيبوا لي سهم مثلا؟ لا، انت اول دخله ليك هتستثمر، مش بقى سهم، هتحط في حاجه اسمها BMM 100. ده بيقسم لك فلوسك على اكبر 100 شركه في البورصه المصريه. فانت من الاخر لسه ان احنا من ال 2000 جنيه دولت هناخد 1000 جنيه نحطهم في الشركات. بدل ما تقعد تختار وتتعب نفسك، انا بقول لك انت ال 1000 جنيه دول هيبقوا متقسمين على اهم 100 شركه، اكبر 100 شركه في البورصه المصريه، اللي هو انت بتستخدمهم بشكل يومي، من مولتو اللي بتاكله للشراب واللبن للبنك طيب لما انت كده قلت لي طب هو الناس دي بتكسب فلوس ولا لا؟ انا بقول لك اهو خلال السنه اللي فاتت بس خلال السنه اللي فاتت يعني في اخر سنه طلع 42%. كنت عملت 42% على ال 1000 جنيه لو كنت حطهم من سنه. يعني كل شهر احط 2000 جنيه على اقولها لك بمنتهى البساطه. كل شهر لو انت مرتبك 10000 جنيه هتاخد 2000 جنيه تستثمرهم. 1000 جنيه هتحطهم في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه. 500 جنيه هتحطهم في الذهب عشان عندك برضو، عندي برضو في الذهب. و500 جنيه هتحطهم في حاجه اسمها كلاودز، ده بيديك 20% في السنه. ده كأنك في البنك، بس عارف الفرق بينه وبين البنك؟ تسحبه بشكل يومي، ما بتربطوش. فلو انت عليك اي اقساط، ادي ال 500 جنيه بتحطها كل شهر، بتسحبهم في الوقت اللي انت عايزه تدفع بيها القسط. 500 جنيه في الدهب عشان لو الدنيا باظت، لو الدولار طلع تاني، ده اللي بيسعفك، ده بوليس التامين بتاعك. وال1000 جنيه ده اللي هيخلي لك تحقق الحاجات اللي انت نفسك تحققها. لو عايز تجيب بقى بعد كده تغير شقتك، تغير عربيتك، تتجوز، الحاجات يعني دي كلها سهل ان انا استرد الفلوس على طول في ساعتها. هي كل اللي احنا بنعمله هو هل احنا شعب ما بنستثمرش؟ يعني مش لازم استنى لما ابيع الاسهم دي. عارف احنا بنعمل ايه لما بقعد مع احنا كل شهر كده بنحاول نروح شركه نعلم الناس على الاستثمار. ببدا اقول لهم يا جماعه مين بيستثمر؟ قليلين قوي بيرفعوا ايديهم. بعد كده اقول لهم هو مين حاطط فلوس في البنك؟ ناس اكتر بتحط فلوس. هقول لك على حاجه، انا مش بستثمر في البورصه. انت حاطط فلوسك في البنك؟ لا، انا بحط اسيتس، والموضوع ده رخم جدا في بيع وشراء. ولو عقار. عايز عندي مثلا ولو عندي مثلا فائض شويه وحاسس ان انا الفتره الجايه داخل على موضوعين 3، فبيبقى ماله الرب على راي استاذ محمد نجاح. حاجتين عايز اقولهم. لا بس حاجتين عايز اقولهم. اول حاجه هو من اهم اساسيات الاستثمار، وده احنا عشان كده احنا بنحاول على قد ما نقدر نزود كل انواع الاستثمار. انك تكون بتنوع من استثماراتك. حاطط شويه في البنك، حاطط شويه اللي هو زي بقول لك كلاودز على ثاندر، او اللي هو التحويش، صناديق التحويش. انا سؤال، انا هاجي لك بس. حاطط شويه في شركات، حط في عقار، وحط يعني انت شركات وعقار والتحويش وذهب. الميزه اللي عندنا على ثاندر وشركات، احنا ان شاء الله في يوم من الايام نحط عقار، ان في حاجتين مهمين جدا بديهم لك. الشفافيه. يعني ايه شفافيه؟ ان انت كل يوم شايف استثمارك يسوى كام النهارده، زاد او طلع. والسيوله، انك كل يوم تقدر تتخرج من هذا الاستثمار وتحول استثمارك ده لفلوس في حسابك او في جيبك. المشكله اللي انا كنت بحاول اقول لك ان الشعب المصري شعب بيحوش وبيستثمر، بيحط فلوس في البنك، لا اما بياخد من 0 ل 8%، او لو حط في شهاده بيربطه. فانا بدي لك خدمه احسن انك تعمل 20% وتربطها بشكل يومي. على فكره ال 20% اللي انا بديها لك دي على ثاندر هو زي بالظبط زملاء الماليه العاليه بياخدوهم البنوك. انا اللي بعمله انا بقول لك بغض النظر محفظتك قد ايه، هعاملك نفس معامله الناس الاغنياء قوي من الاخر. بتحط فلوسك في ذهب، بدل ما تروح بقى تشتري من الجواهرجي وتبقاش عارف سعر الجرام كام وتنزل انا بقول لك من على التطبيق دوسة زرار وشايف سعر الجرام بيزيد ازاي كل يوم او بيقل ازاي والكلام ده كله. والحاجه الثالثه، حط في شركات، بدل ما انت واصحابك تقولوا يلا نستقيل ونعمل الكلام ده كله، خليك مستثمر. خلي الناس كلها اتربت في مصر وعارفين ان اكتر طريقه انك تعمل فلوس هو القطاع الخاص، ان احنا نعمل بقى الشركه بتاعتنا هو دوت. طب يا جماعه مش لازم دلوقتي اختراع البورصه ده هو اللي بيسهل لك انك تستثمر في القطاع الخاص اللي هو الشركات بشكل يحميك ويدي لك هذه الفرصه. فانا اللي بقوله لك والمرونه في السيوله هي دي. ما هو اي حاجه على ثاندر 3 حاجات مهمين جدا عندنا مختلفه عن اي استثمار تاني. اول حاجه انها شركه عربيه، غير انها عربيه، شركه مرخصه. احنا في الهيئه العامه للرقابه الماليه بتراقب علينا كل يوم، تتاكد احنا بنحميك كمستثمر. فاحنا مش شركه بقول لك لا ثق في حموده او ثق في ثاندر. خلاص انت في صلب البنك والبيزنسز. انا جوه، انا تحت رقابه شديده جدا 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 كبير جدا ما شاء الله جدا. عليك. الحاجه الثانيه
الشفافيه، بتبقى عارف استثماراتك عامله ازاي. والحاجه الثالثه السيوله، تعرف في اي يوم تسيل استثمارك وتحوله لفلوس. هي دي على فكره قواعد الاستثمار. انا رايح ساندر، حد جاي؟ كله. انا رايح ساندر. وخلي بالك احنا مش انت طيب انا عندي كام سؤال كده. انت ما شاء الله عليك سريع جدا 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 جدا. الله اكبر، ربنا يحميك ويحفظك. يعني you have many ideas، عندك افكار وطرق وحاجات. انت السنه دي بس عملت 2 تويست اكس، ثاندر اكس، ثاندر اكس وكلاودز. طيب انا احنا الاستثمار هو وسيله لتحقيق هدف. صح، يعني انت مش بنعمل خدمه ان هو يلا استثمر. كل حد فينا عنده اهداف معينه عاوز يحققها، احنا بنحاول نساعدك انك توصل لهذه الاهداف عن طريق ان انت تستثمر فلوسك. صح. اكتشفنا وبمنتهى الصراحه، يعني احنا والله ناس بنشتغل صبح وبالليل، بس احنا في الاخر بني ادمين. يعني عارف، اخدنا شويه وقت عشان نكتشف ان احنا الخدمه بتاعتنا دي، خدمه الاستثمار، ليها. معلش بس تعقيبا على كلمه انا بتشتغل. احمد بيحكي لي لسه حالا كان في ابو ظبي وخد الساعه 12 بالليل طياره عشان الصبح يبقى هنا نعرف نصور وراجع تاني غالبا. يعني والله الراجل ده فعلا بيلحم الليل بالنهار، الله يعينه، وبيعمل حاجه بجد فايده الغلبان قبل الغني. يعني انا ناس كتير سالتني ايه ده، كمل. هي اصلا خلي بالك، فانت شغال ليل نهار عشان المشكله كلها، او اللي احنا بنحاول نعمله، ان الناس العاديه اللي هي بتوقفك في الشارع عندهم، يعني احنا لما بنيجي نقول انت بتتكلم هي حقيقيه ولا مش حقيقيه، اكتر حاجه بنقولها الاستثمار نفع الناس الاغنياء خلال عشرات السنين اللي فاتت. والله هي دي كانت الفكره. دي طب ليه الناس العاديه اللي زينا، الناس العاديه ما يبقاش عندها القدره ان هي كمان تستفيد منها، مع ان الناس دي اللي زينا محتاجين الاستثمار اكتر من الناس الاغنياء. هي منتهى البساطه. والفكره الثانيه احنا عملناها ان احنا جينا قلنا انا مش هدي لك خدمه مبسطه او مصغره او مختلفه، انا هاخد نفس الخدمه اللي كانت عند الناس الاغنياء دي واديها لك. ومقياس نجاحي لما نقول لك ان اغنى الناس في مصر دلوقتي بيديروا استثماراتهم على طريق ثاندر، فتبقى انت عارف نفس الخدمه اللي انت بتاخدها دي دلوقتي، اللي هي بقول لك انت ممكن من اول 100 جنيه 200 جنيه اي مبلغ، نفس الخدمه دي ناس بتحط ملايين الملايين على نفس التطبيق عشان يستثمروها على ثاندر. ارجع لسؤالك على اللي احنا بنحاول نعمله. احنا بنبدا دايما في الشركه دي، احنا بنشوف احنا بنحاول نقدم ايه الخدمه او المشكله اللي بنحلها. اكتشفنا ان في نوعين من الطرق لاستخدام هذه المنصه او الاستثمار. في ناس بيقول لك انا عايز احط وقت ومجهود وافهم واتعلم، زي بالظبط اكني هعمل شغلانه تانية. عارف انت ازاي البودكاست بالهوا بالكلام ده، كل واحد فينا والله العظيم الجيل المصري دوت اللي عملوه 5 سنين اللي فاتوا، انه كل واحد كان ممكن عادي نقعد نشتكي اصل الدنيا بتغلى. ازاي لما تيجي تتفرج على الشعب المصري ازاي عارف يعمل اكتر بكتير من امكانياته. حياة ربنا حاجه تخلي كل واحد فخور. والله ملهمة. فعلا احمد، احنا الاكسبنشن العظيم اللي انت عامله ده انت عملته في 5 سنين يا احمد. انت لو كنت عايز تاخد بطوله كمال اجسام كنت هتاخد ما كناش نعرف نعمله لو ما كانش انت اتوجدت في بلد الناس عندها نفسها تعمل اكتر. ففي واحد يقول لك انا يا احمد او يا ثاندر عايز احط وقت ومجهود وهبتدي اعامل الاستثمار اكنها شغلانه، اكني بالظبط جبت عربيه اوبر عايز فول تايم مستثمر، او مش لازم فول. انت عندك فول تايم جوب ولا بتعمل 50 شغلانه؟ هديها وقت ومجهود واعملها كانها شغلانه، كانها شغلانه اضافيه. فجينا قلنا له طيب خلاص احنا بنحترمك، هنعمل لك تول اسمه ثاندر اكس يوازي التولز او الادوات اللي عند المؤسسات اللي بيستثمروا بيها. هعمل لك حاجه اسمها رامبل بتديك افكار استثماريه زي بالظبط اللي عند المؤسسات، وهدي لك كمان نوع سبسكريبشن يدي لك اول 50 تداول ببلاش، زيرو كوميشن، عشان خاطر فعلا تعرف تعامل الاستثمار اكنه شغلانه. فده كان اول حاجه احنا بدأناها بثاندر اكس، وهو خليه يعملها بايده. احترام. انت عارف انا عندي حلم كده ان حد يتخرج من الجامعه يقول انا شغلتي هبقى مستثمر، هحط وقت ومجهود واقعد بقى احاول افهم واعلم نفسي واكبر من فهمي واقعد اعملها كأنها بيزنس. ده شق احنا مهتمين جدا بيه وبنبني له. الشق التاني اللي هو الناس اللي زيك عنده 50 شغلانه، عنده احلام وعنده اوريدي مش لاحق يتنفس. لو انا جيت قلت لك لا حط بقى وقت ومجهود وادرس، انا عندي يا احمد حاجات تانية بعملها. فجينا قلنا الشق التاني من الاستخدام هو هل انت مش عايز برضو تكبر من فلوسك وتحافظ على قيمه فلوسك؟ عايز،
بس ما عنديش وقت. فجينا قلنا طب احنا هنساعدك ان نبسط لك جدا الدنيا، فزودنا صناديق. الصناديق ديت عارف لما تقول لي احمد انا نفسي ادي فلوس لحد يستثمرها بالنيابه عني، بس انا مش عايز اجيب لك حد من الشارع، انا عايز اجيب لك حد مرخص عنده رخصه ان هو يعملها كده، تحت رقابه ان هو يحافظ على فلوسك، تحت رقابه حد بيشرف ان الراجل ده مش على هياخد فلوسك أفكار. ويهرب زي أيوه. فجبنا زودنا من صناديق الاستثمار اللي على ثاندر، زي ما بقول لك البي ام ام 100 ده اللي هو بيحط لك في اكبر 100 شركه ده صندوق. صناديق مختلفه ال الاغراض. فده بيستثمر في شركات، ده بيستثمر في ذهب، ده بيستثمر في مجالات مختلفه. مجالات مختلفه. وجينا كمان قلنا لك احنا دلوقتي كلنا بيبقى عندنا اقساط، ومن المشاكل اللي عندنا هو الغلاء. فانا عندي قسط عربيه الكلام ده كله، اي حد بيحط فلوسه في البنك دلوقتي بياخد من صفر ل 8% عائد على فلوسه اللي بتتحط. ويقول لك لو عايز تاخد ال 20% اربط فلوسك سنه 3 سنين، صح؟ دي فكره الشهاده. جينا قلنا لك لا، طب ايه رايك لو اديتك ال 20% من اول من غير اي حد ادنى، وادي لك 20% والعائد بتاعك ينزل لك بشكل يومي، واي يوم عايز تسحب فلوسك اسحب فلوسك. فانا احط فلوسي عندي قسط يوم 15 وانا بقبض يوم واحد، احط فلوسي لحد يوم 14 اسحبهم تاني يوم. بس كده واساعدك. واحتمال يكونوا زادوا 20 احتمال يكونوا زادوا 20%. لا هو مش احتمال، هو هيدي لك 20% دلوقتي خلال السنه. فشوف انت بقى 20 لو انت سبتها شهر 20% على 12 يدي لك مش بشكل يومي. انت كلمت على حته مهمه جدا جدا، هخلي لك هتفهم موضوع الاستثمار دوت. الفرق ما بين الاستثمار هو قد ايه احنا متفقين على النتيجه. يعني ايه؟ دلوقتي انت راجل بتعمل كذا حاجه في مجال الاعلام، صح؟ في حد ممكن يجي يقول الراجل ده عنده كل المؤهلات وبيتعب وخطته كويسه هينجح. ممكن حد يقول لك لا الراجل ده واخد الاتجاه الغلط. الشركات الخاصه عامه او الشركات ما بيبقاش فيه توحد او اتفاق على ايه اللي هيحصل. هو ده اللي بيعمل المكسب. ان انا شايف ان الشركه دي هتكسر الدنيا فانا عايز استثمر فيها، لا انا شايف ان الشركه دي خلاص جابت اخرها فانا عايز ابيعها. ده نوع من الاستثمار في الشركات. هو كل واحد فينا بيقرا الاخبار ازاي بالظبط. عشان كده لو انت مش عندك الوقت قسم فلوسك على اكبر 100 شركه وان شاء الله هم دولت هيطلعوا مع بعض. في حاجه هتضرب. في بقى نوع تاني من الاستثمار اللي هو زي البنك او صناديق التحويش اللي على ثاندر او كلاودز. ده في اتفاق ان الاستثمار ده هيجيب لك دلوقتي 20% خلال السنه. ليه؟ لان هو صناديق التحويش او البنك بيعمل ايه؟ بياخد الفلوس دي بيسلفها للدوله، فالدوله بيجي يقول له انا هسلف منك الفلوس وهدي لك سيستم كامل ومتفقين. هو عارف هم كلهم متفقين دايما عليه. الناس بتتكلم الفرق ما بين السندات او البوندز او البنوك والشركات. الاستثمار في الشركات انت لو انت هتحط وقت ومجهود، هو انت ورؤيتك الشركه دي هتروح فين. الاستثمار في السندات او انك تحط فلوسك في البنك في او في الاوراق التحويش الماليه، انت بيبقى في شبه اتفاق لعائد قد ايه، ولا عمره هيطلع قوي. عمرك مثلا ما تحط فلوسك في صناديق التحويش ويقول لك ايه ده انا كسبت 40%. حوشت كتير قوي. لا عمره يقول لك ده انا كسبت 40% السنه دي زي بي ان ام 100. ولا عمره هيجيب لك 5 10%. هو ما فيش الاختلاف ده. صندوق الذهب مثلا هو صندوق الاتفاق عليه مثلا الذهب انه لما الدنيا بتضرب ثمنه بيزيد. لا مش لما الدنيا بتضرب كمان، لما الناس ما تبقاش واثقه في النظام الاقتصادي الذهب بيزيد. لما الناس بتثق في النظام الاقتصادي الذهب قيمته بيقل. بمنتهى البساطه يعني انت لو عايز تشوف كده الاكزامبل وقت الكورونا الذهب ثمنه زاد. اول لما لقوا الفاكسين الذهب ثمنه نزل. دلوقتي في حروب ومشاكل والكلام ده كله الذهب ثمنه بيزيد. ان شاء الله لما الدنيا تتحل والكلام ده كله لو ان شاء الله ينزل بالظبط كده. فانت برضو مهم قوي ان انت وانت بتستثمر تبقى عارف تدخل فيه. العقار بيدي لك حاجتين. مفروض العقار بيدي لك عائد سنوي من الايجار والكلام ده كله، فهو برضو وعنده حته ان هو ساعات بيكبر في ثمنه فبيدي لك برضو ان هو حته جروث. وما بقاش دلوقتي قوي. ما انت بتشتري غالي اصلا. هو على انت عارف هو نفس الحاجه اللي بنقولها. هو يعني سلامي لكل مستثمرين العقارات. عايز رايي اي استثمار لازم تحط وقت ومجهود. لو انت هتختار انت العقار بنفسك لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. طبعا. لو مش هتحط وقت ومجهود ان شاء الله شوف بروكر او حد يعني ادفايزر. غالبا ان شاء الله احنا برضو الهيئه العامه للرقابه الماليه طلعت قرار او قانون يسمح. لا خلاص معروفه يسمح لا عامه كل الشركات بتتلزم انا فاكرك انت. لا طلعت قرار ان هي ازاي تنظم عمليه الاستثمار في العقار. ايوه سمعت عنه. فمعناها ايه؟ ان انت يبقى عندك انا فاكرك انت رخصت ان انت هتخش. احنا خدنا انت كنت قلت لي حاجه احنا زي ما احنا كنت بقول لك احنا عايزين نخش في مجال اداره الاصول. قدمنا على رخصه اداره الاصول ان شاء الله والحلقه دي بتتذاع نكون خدنا الرخصه. يعني خلاص احنا في اخر المراحل والحلقه دي بتتذاع تكون خدت رخصه اداره الاصول. تفتكر تاني اقول لك تاني احنا
اكتشفنا ان احنا عندنا، او انت على حتى البني ادم في جزء انا حموده عايز احط، او يا احمد عايز احط وقت ومجهود، هعمل لك تندر اكس واعمل لك رامبل يدي لك افكار وهقعد اذاكر. انا بقى لا، انا مشغول يا احمد، فانا عايز اعرف اديها لك انت او مديرين اصوليين تاني على ثاندر تدوروني الفلوس باكتر طريقه تناسب لي وفي حاجات مختلفه. في هنا الناس بقى تنقسم نوعين. في واحد عايز فلات ريت ثابت وهو موافق، فبيخش في الصناديق الاستثماريه الخاصه بالاموال والذهب وما الى اخره. انت قلت في واحد عايز، احنا من الحاجات اللي احنا بنقولها هي لازم تبدا بهدف. انت اول هدف في الاستثمار، اول حاجه ممكن اخد خطوه لورا. احنا ازاي اديك روشته ازاي تبقى انت ايوه هو ده اللي بحاول اعمله، تدير اموالك بطريقه كويسه. اديك روشته اللي احنا مهتمين بيه جدا جدا. انا عايز اقول لك على حاجه، الناس كلها بتهتم قوي بصحتها النفسيه. في توجه دلوقتي ان احنا نهتم بصحتنا النفسيه بالظبط، والاسترس والكلام ده كله. واللي احنا بنحاول نقوله للناس ان انا عايزك تهتم بصحتك الماليه، لان اصلا اكتر حاجه بتجيب الكافيه هو القلق، بسبب ان انا عليا قسط، عليا فلوس، عايز اتجوز، عايز اعمل الكلام ده كله. فاول حاجه بنقولها لك، اول نصيحه، انت بتتعب قوي عشان تعمل فلوسك، ما تصرفش فلوسك من غير ما تكون واخد بالك انت بتعمل ايه. يعني اهم حاجه اصلا بنبدا بيها، ركزوا عشان دي مشاكل كلنا بنواجهها. والله احنا كلنا بيطلع عينينا علشان الفلوس تتصرف في ثانيه عادي. بالظبط. احنا هنا على فكره مش بنقول لك ان انت ما تصرفش فلوسك على نفسك، اصرف بس خليك عاقل. اول نصيحه لازم حياتك تبقى ماشيه مع دخلك. يعني ايه؟ مثلا ما ينفعش يكون الايجار والمواصلات والاكل والشرب اللي هي بيسموها المصاريف الاساسيه اكتر من 50% من دخلك. يعني لو انت فجاه واحده بصيت، ايه ده الايجار اللي بدفعه في الشهر، مواصلاتي، اكلي، شربي، لبسي 80% من دخلي، يبقى انا عايش حياه لا استطيع ان انا اتحمل تكاليفها. بس كده حياه ضغطاني، ودي هتضغطك جدا. سامعين يا ولاد؟ والله هتضغطك جدا. عشان بتجولي تقولوا لي ازاي وهو الناس دي بدات من الصفر عشان كانوا بيفكروا كده. ما هي دي المايند سيت، هو ده الفورم اللي هو بيبني ويكتب عليه ورقه وقلم واكتب. فدي وعلى فكره العكس كمان، لو جيت بصيت على ايجارك ومواصلاتك لقيتها 20%، لا انت ممكن تعيش حياه احلى. يعني صح، تقدر تعيش حياه احلى من كده. صح. دي اول 50% من مرتبك. في 30% دول بيدلعوك. يعني انا مثلا اقول لك على حاجه، هيدلعك يا في حته اهو. لا هو 30% دول بتوعك يعني. بس انت لازم بقى تتاكد. يعني مثلا واحد يقول لي انا ما بيفرقش معايا قوي ان انا اشرب قهوه من بره، بس كل يوم بيشتري قهوه. ليه؟ ال 100 جنيه اللي بتصرفها في القهوه كل يوم ده 36,000 جنيه تقريبا في اخر السنه. طب وليه ما تحطهم في حاجه انت عايزهم؟ لو القهوه اللي بتبسطك اشربها، يعني اتاكد. بس دي اتقالت لي وانا صغير نصيحه، والمثل كان القهوه. هي انا ال 30% اللي فاضلين، احنا قلنا مرتبك 10,000، 5,000 ده ايجارك، مواصلات 3,000 جنيه دلع بيهم نفسك. بس اكد بس انت رايحهم في حاجه، لان احنا خباك احنا دلوقتي كنت بعمل حاجه غلط جدا. كنت بنزل الصبح وانا لسه بادئ حياتي خالص في الجامعه، وكنت بشتغل يعني، بس ما كنتش عملنا حاجه لسه، فكانت الامور لسه بسيطه. وانزل الصبح واعدي على ستاربكس، اجي اخر الشهر طب ليه كده؟ طب انا عايز بقى اعمل شركه تجيب لي فلوس كتير عشان ابقى كويس. هو انت عارف اللي انت بتقوله ايه؟ عارف حاجه دايما بقولها بكمل لك، الناس تبقى فاكره ان انا محتاج اعمل فلوس عشان استثمر، مع ان انت محتاج تستثمر عشان تعمل فلوس. يعني عارف بالظبط حد يقول لك ايه، انا مستني بس ابقى جسمي قوي عشان اتمرن. يا عم انت محتاج تتمرن عشان يبقى جسمك قوي. صح. بس انا عايز ارجع، والله العظيم دي ما ليها اي علاقه بثاندر. لا خالص. انت بتكلم الولاد يعني انت بتعلم ازاي نفكر يعني في الفلوس. انت عارف انا بقول دي حاجه مهمه بقول جدا. امنيه هي قاعده معانا صح. امنيه نفسها تشتري شنطه ب 40,000 جنيه. ضمنها يبقى ما نبقى اشتري شنطه ب 40,000 جنيه. مع ان امنيه كل يوم بتشرب قهوه ب 100 جنيه. اقول لها شيلي ال 100 جنيه اللي على جنب دولت، ما تشربيش قهوه بتاعت كل يوم، اعمليها في البيت وهاتي الشنطه. القهوه مش مهمه بالنسبه لك، وهاتي نفسك. على فكره ما حدش عايز الناس ما تبسطش نفسها. صح. فانت خصصت 30% كده، بدل ما تاكل من بره كل يوم، يا عم اعمل سندوتشات في البيت وروح بيها ووفر، هتلاقي نفسك. ففي الاخر بس اهم نصيحه من غير ثاندر خالص، اتاكد بس ان انت حياتك ماشيه مع دخلك. فاينانشال. لو حياتك مش ماشيه، لو عايش حياه اغلى من دخلك هتعيش في اكتئاب. صح. طيب فدي اول حاجتين. انا بقول لك يعني لو الناس خلصت كده، يعني اي حد بيقول لي انا فلوسي بتخلص قبل ما الشهر يخلص، مشكله كبيره جدا. حلها مش انك تستلف، حلها ان انت تظبط مصاريفك انها تتماشى مع دخلك. صح. لو حد قال لي انا مصاريفي تتبخر ومش عارف بتروح فين، اقول له انت بتظلم نفسك.
انت بيطلع عينك عشان تعمل فلوس. معناها انا مش بقول لك ما تصرفهاش، خليك شايف عارف ايه، خليك بخيل قوي في ان انت تصرف فلوسك في الحاجات اللي بتحبها. انا عايزك تصرف فلوسك في الحاجات اللي بتحبها. لو انت اللبس بتحبه، مش اشتري اللبس اللي انت عايزه، يعني حط في 30% دول في حاجات انت بتحبها، بتجيب لك السعاده. الحاجه الثالثه اللي بنقولها قبل حتى ما تستثمر، ما تستلفش غير لو عايز تجيب شقه او عايز تجيب عربيه. اي حاجه تانية ما تستلفلهاش بمنتهى البساطه. خلي بالك احنا من اكبر المشاكل عندنا ان احنا في عصر استهلاكي جدا. يعني احنا كل يوم ايه، كل ثانيه في اعلان بيقول لك هات البتاع اللي انت مش محتاجها دي. ولاد الذين بتوع الماركتنج دول. عامة والله انا عايز اقول لك انت جزء منها، بس انت عملتها لوحدك. واذكياء جدا، وكل يوم بيقنعك تشتري حاجه انت مش محتاجها. على فكره انا بقول ايه، اشتريها بس بفلوسك. اوعى تستلف. صح، غير انك تشتري شقه، لان هو الشقه برضو احنا بنرجع تاني ليه السلامه النفسيه. انك تبقى عايش في شقتك دي بتديك راحه نفسيه. استلف عشان شقه. الراجل ده بيكلمكوا علم نفس، وبيكلمكوا اقتصاد، وبيكلمكوا تنميه ذاتيه، لا وبيكلم والله العظيم، والله فصصوا الكلام يا لهوي. طب انا اقول لك، انا او استلف عشان تشتري عربيه، لان العربيه برضو هتساعدك تروح شغلك، تتنقل، الكلام ده كله. طيب لو انت 100% من مرتبك رايح في مصاريفك الاساسيه والحاجات اللي بتبسطك، عمرك ما تغير مستوى حياتك، هتفضل عايش في المستوى ده طول حياتك. صح. اي حد فينا نفسه يطلع. يعني على فكره احنا لما بدانا الاستثمار كنا بنقول يا جماعه بغض النظر انا حلمي هيكلفني 5000 جنيه، حلمي هيكلفني 50 مليون جنيه، كلنا عندنا احلام. واي حد على فكره في الدنيا دي، واي حد عنده اقساط، واي حد عنده مشاكل، 100%. واي حد مضغوط، وهتفضل كده طول حياتك. بس افهم التفكير الصح للامور، لهيكله الامور الماليه في حياتك عشان ترتاح بعد كده. بعد كده علشان تعرف تعمل اكتر في صح. حياتك، خد 20% من مرتبك اعتبرهم مش موجودين. فانا دلوقتي 50% دول مصاريفي الاساسيه، 30% ده سعادتي انبساطي، 20% بستثمرهم على جنب، ما بين بقى الشركات، ما بين الذهب، ما بين العقار، ما بين كلاودز والحاجات دي كلها. طب هل ال 20% اللي احنا استثمرناهم دولت دي فلوس ما تقربش منها طول حياتك؟ لا. دلوقتي احنا من الحاجات اللي كلنا نزل الايفون الجديد. انا بقول لك ما تصرفش عشان تاخد الايفون، بس يا عم انت ال 20% اللي بتحوشها قعدت تزيد وجابت قيمه الايفون، روح هات الايفون. كان نفسك تجيب عربيه جديده بفلوسك، كان نفسك تتجوز وتجيب وتروح هاني مون. ال 20% اللي بتستثمرهم كل شهر، انت بتستثمرهم مش بتحوشهم. هو بيكلمك في تستثمرهم، وتستثمرهم تقدر حالا تسيلهم. اكتر مشكله واجهتني في بدايه حياتي، اول ما بدا يبقى في ليكويد ماني اوفر عن احتياجاتي، طب انا هحطهم في ذهب. اول حاجه جت في بالي، نزلت اشتريت ذهب، خسرت فيه جامد جدا. عشان الدنيا ظبطت ولا عشان ايه؟ لا، مش في سعره، مصنعياته في اوفر كوست عليه. هو كده مفيش شفافيه في المصاريف. اه ممكن بس اقول حاجه انت قلتها، التحويش هو جزء من الاستثمار. يعني وقت ما حبيت افكه عشان اعمل حاجه دي سيوله، بس انا عايز اقول التحويش هو جزء من الاستثمار. التحويش هو انك تحطه في حاجه زي بقول لك كلاودز، اللي انت وعائد داخلي، انت عارف عائد هتجيب لك قد ايه. الاستثمار انت بتحطه في حاجه هتجيب لك عائد اكتر، بس انت تكون سايبه وقت اكتر. انا عايز اتكلم على النقطه دي، بس انا عايز ارجع بس للاول. عايزين بس ندي روشته الناس 20% دول تدفعهم لنفسك. مش مفروض، اول حاجه مش مفروض تصرف اكتر من دخلك. الحاجه الثانيه بنقولها ما تصرفش كل دخلك، حط حته منهم استثمرهم. هم دول اللي هيساعدوك انك تعمل اكتر في حياتك. وثالث حاجه نوع من استثماراتك، والتنويع من الاستثمار كل استثمار ليه هدف. الذهب مفروض يبقى 15% عالميا، 15% من محفظتك تبقى في الذهب. ممكن يزيد اكتر في مصر شويه لو انت خايف من ان يحصل تاني تعويض. هحط فاصله هنا عشان احنا خلاص 50% اساسيات حياتك، 30% انت بتحاول تعمل اللي نفسك فيه او اللي مشدود له او هواياتك او ليك تصرف 30%، 20% بتستثمر. تعالى بقى هنتكلم استثمار. صح. طب ال 20% دول هقسمهم ازاي؟ صح. اول حاجه على ثاندر في حاجه اسمها الفا، بيسالك شويه اسئله، بناء على هذه الاسئله بيقول لك قسمهم ازاي ما بين شركات، ما بين ذهب، ما بين تحويش ادخار. يعني بيعرف انت عليك اقساط، عليك حاجات قريب، بتتوتر ولا لا، عايز عندك مدى، يعني عندك وقت ولا ما عندك، عايز تكبر فلوسك ولا عايز تحافظ على فلوسك. وبيقول لك
بمنتهى البساطه بقول لك حد بيبدا اهو 2000 جنيه، حط 1000 جنيه كل شهر في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه، حط 500 جنيه في الذهب، وحط 500 جنيه ادخار، لان هم دول لو ايه اتزنقت في اي مصروف تقوم. الفا ده بروجرام بيكلمني لا واكلمه على ثاندر بيسالك ولا شويه شويه اسئله انت ان شاء الله ان شاء الله هيطلع ان هو يكون بيتحاور معاك، بس البدايه منه هو بيسالك 3 اسئله مقابل هذه الاسئله بناء على الجوريثم احنا بانيينه مع مستشارين ماليين، بيقول لك قسم ال 2000 جنيه دولت بالطريقه دي، او قسم ال 5000 جنيه بالطريقه دي، او قسم ال 10000 جنيه بالطريقه دي. واللي انت محتاج تعمله انك كل شهر اعمل الحته دي، اعمل حط ال 2000 جنيه كل شهر. بعد 6 شهور هتبتدي تحس ايه ده، الله انا فلوسي زادت، بقى عندي عائد، شفت عائد. زي التمرين. حد بيلاقي التمرين بيلاقي تاثير على التمرين بعد اسبوع التمرين؟ لا طبعا، لازم تقعد حبه بتتمرن يبقى جسمك يبتدي يبان عليه. الحاجه التانية، انت كتير قوي من اعتقد من مشاهدينك برضو ناس في مجال الستارت ابس، او ان هم بيعملوا شركات، صح؟ او كلنا عايزين نعمل شركات. بيقول لك اوحش وقت تجمع فيه فلوس لو الشركه بتاعتك محتاجه فلوس. لو انت مزنوق ورحت المستثمرين وقلت لهم يا جماعه تعالوا يلا استثمروا في شركتي وانت مزنوق، مش هتعرف تلم فلوس. يقول لك دايما في مجال الستارت ابس روح لم فلوس وانت مش محتاج، احسن حاجه وانت مش محتاج بالظبط. الدنيا تمام وعندك مصادر النمو ديت والكلام ده كله، ومرتباتك في البنك والكلام ده كله. نفس الكلام انا كمواطن، لو انت هتبتدي تستثمر يوم ما انت محتاج الفلوس مش هيجيب لك حاجه. صح. لما بتستثمر وانت مش محتاج حاجه، لما يجي الاحتياج هانيمون جواز هتلاقي الفلوس دي في ظهرك. الحاجه التانية من المشاكل اللي دايما احنا بنقول لك احنا بانيين المنتج ده للافراد اللي زينا، من المصايب السوداء اللي بتحصل اللي احنا بتقلقنا جدا، اللي بيقول لك الناس العاديه اللي زيه وزيك بيجوا بعد ما الحفله بتخلص. يعني بعد ما الحفله بتخلص يقعد الاستثمار، الناس قاعده بتستثمر في الذهب بشكل شهري، فجاه واحده الذهب يطلع لاعلى نسبه ليه، يبتدي يتكلموا عليها في الاخبار، تيجي انت تقوم انت قاري الخبر ده تقول انا عايز اشتري ذهب دلوقتي، تشتريه بعد ما الحفله خلصت، لان هو طق نازل بيك نازله. فاللي احنا بنقول ايه، انت لو بتبدا بدري وكل شهر بتستثمر انت تاخد الحفله at some point لحظه النجاح او لحظه هتاخدها من الاول حفله ما انت خلاص انا موجود. اول ما الحفله تبدا انت هناك، اول ما الحفله هتبدا انت هناك. للحته بتاعت الذهب كمان عشان تغلطش غلطتي، هاته من هناك، يعني انا هجيبه من هناك من النهارده. يعني انا بفهم حته كل يوم، والله العظيم بقعد اقول لاحمد اتكلم مع الناس، الحاجات دي مفيده. هي انا يعني هتبيعه مش هتخسر بقى لا مصنعيته ولا دمغته ولا بتاعه، ده في الذهب في الكم يعمل فرق يعني. لا وشايف سعره بكل يوم، وبعد كده مش لازم بقى اخزنه فين في البيت عندي. هي بدوس الزرار بتشتري، دوس الزرار بتبيع، والسعر بيتحدد وفقا لسعر الجرام اللي موجود. فارجع تاني اقول لك هو الاستثمار زيه زي التمارين، لازم يكون انت عارف. لو انت قلت لي يا احمد انا معايا المبلغ ده كله احطه فين، المبلغ ده كله اقول لك حطه كله في الادخار اللي هو بيديك الحاجه، وناخد 10% منه كل شهر نقسمه على ذهب، نقسمه على الشركات، نقسمه على الصناديق التحويش وفقا لالفا. انا مش عايزك تبيع اللي قدامك واللي وراك وتيجي. على فكره من اكتر الحاجات اللي بتوقف الناس في الاستثمار ان هو فاكر محتاج يجيب مبلغ قد كده كابيتال. لا، انا عايزك كل شهر من 10 ل 20% من مرتبك بتشيلهم، دول تعتبرهم مش موجودين، بتحطهم بتستثمرهم. بعد 6 شهور تلاقي نفسك ايه ده الموضوع سهل قوي. نفسيا الموضوع ده مريح جدا. بالظبط، ده علاج بالظبط. يعني انت عارف لانك مش هتبقى عندك نوع من انواع القلق، او لو ببدا حياتي طب هعمل ايه، طب ولما اكبر، طب والبنت، طب والواد، ودي اسئلتنا كلنا. بالظبط. وبعد كده يعني انت في الوقت اللي انت محتاج فيه تودي ابنك المدرسه انت قاعد بتستثمر. زي ما بقول لك مش ايه قبل بقى المدارس ب6 شهور، لا انت بقالك اصلا 5 سنين قاعد كل شهر. احمد انت مصدق جدا وحابب جدا وبتجري وخطواتك سريعه، انت رايح فين؟ احنا رايحين فين؟ احمد رايح فين؟ عايز ايه؟ بتفكر في ايه؟ والله وحياة ربنا يعني والله مش بقول اي كلام، بس انا لو كلنا صحينا في 2023 صعبوا علينا اهالينا، صح؟ قعدوا يبنوا يشتغلوا طول حياتهم، كانوا مصدقين في نوع استثمار واحد تقريبا، اللي هو ان هم بيحطوا فلوسهم في شهادات. وشهادات على فكره هي نوع من انواع التحويش مهم، او يعني انك تحط فلوسك في البنك او في حاجه تمام بيقضي اغراض معينه، بس ما ينفعش تكون فلوسك كلها. كلهم صحيوا من النوم خلال سنه لقوا ان نص فلوسهم قلت. احنا بالنسبه لنا لو احنا جينا بعد 3 4 5 سنين لقينا ان المصريين كلهم بقى عندهم القدره، زي ما بقول لك 10 مليون واحد مصري عنده القدره ان بقت فلوسه بتشتغل له،
وهو نايم هو خلاص، هو بس عشان احنا عملنا العاده دي جواه، بقى عايش حياه ماشيه مع مصاريفه، عنده القدره والديسيبلين ان كل شهر في حته على جنب بيحطها بيستثمرها. كمان 4-5 سنين يقول لي، يجي لنا حد في الشارع بقى لما يقابلك ويقابلنا يقول لك انا عرفت اتجوز بسبب الحلقه دي وبسبب التطبيق دوت، عرفت اعمل الستارت اب بتاعتي بسبب الحلقه دي، عرفت اغير من شقتي، عرفت اغير من عربيتي، الشغلانه اللي انا كنت شغالها اللي ما كنتش طايق فيها مديري عرفت امشي واروح لشغلانه اللي ما كنتش خايف عشان ما كنتش مزلوق، ethically. ما كنتش بصوا قادر. المبدأ منين. لو ده حصل ده اول حاجه، وان شاء الله كمان نبقى احنا كمان سفير كويس جدا 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 الصناعه المصريه بشكل عام، واللي احنا عملناه النجاح اللي نجحناه في مصر نعرف ننجح في الوطن العربي، نبقى احنا المنصه الاستثماريه الاولى انت بناء عارف عرب للعرب. عارف يا احمد، انت فكرتك او الابلكيشن او شركتك ده دينامو الاقتصاد على فكره. يا نهار، ده البيتش بتاعتنا. ده دينامو الاقتصاد، ده التربو. التربو. انت كأنك قاعد معانا في الشركه. ممكن نتخيل كده ان احنا الجيل تحول من هو جيل بيصرف اكن مفيش بكره، ان الجيل بيزق اقتصاده من الناحيه الثانيه. ال 10-20% دي بتروح لشركات. اكتر شركه اللي هو بتاكلوا منها، اللي هو اللي بناكل منها بنفطر منها كل يوم، دي بدات بخط واحد وقعدت تزود الخطوط لحد ما بتعمل دلوقتي 3 مليار كرواسون في اليوم، يعني عشان برضه تبقى عارف. لو العجله دي، فانت بقيت كل شهر بتحط حته بتروح تمول شركات ومشاريع مصريه بلدك. الانتاج بتاعنا بيزيد، فرص العمل بتزيد، التصدير بيزيد، الاستيراد بيقل، الدخل العام بيزيد. صح، ما هو الناس بتعمل فلوس اكتر. طب فالدخل العام لما بيزيد اللي بيحصل بتاخد 20% ازيد. الامباكت على الدوله، عليك انت بقى كفرد. انت مفيش حد ما بيعانيش من الضغط في حياته 100%. ده العلاج. عايز اسالك انك سؤال، يبقى عندك حته مأمناك حتى لو في انفليشن، حتى لو في مطب، عايز اشرح لك الخط التاثير عامل ازاي. دلوقتي كلنا بنتكلم على الايفون ونزل والناس كلها، لو جيت قلت لك ابل دي دخلت في البورصه الامريكيه بعد كام سنه من الفكره بدات؟ ما عنديش معلومه. بعد 4 سنين. خلك البورصه هو اكتر اختراع مفروض يكون بيساعد الناس ان يكون في مشاركه في ان احنا نكسب مع بعض. معناها ان انت من رابع سنه في ابل كان عندك القدره ان انت تبقى مشارك ومساهم في ابل فيها. فمعناها ان انت من رابع سنه في ابل كان عندك قدره انك تحقق ثروه كبيره جدا جدا جدا، تقريبا شبه اوقات الناس اللي بداوا ابل. انت جيت بعد 4 سنين، ما كانتش لسه ابل بقت حاجه. بس في الناحيه الثانيه معناها ان ابل كان عندها القدره انها تجمع اموال تمول بيها كل مشاريعها وافكارها وكل الغلطات اللي عملتها. عشان كده ابل بقت ابل. امازون 4 سنين عشان تخش في البورصه. ابل بقت ابل، امازون بقت امازون، تسلا بقت تسلا بسبب هذا النظام اللي احنا عايزين نعمله. انا كمستثمر بكسب مع الشركات اللي انا بستخدمها بشكل يومي. يعني انت عارف بيقول لك، حتى بيقول لك اكبر المستثمرين في العالم بيقول لك اعرف منين ان انا الشركه دي كويسه ولا لا؟ استخدم، انا مراتي بتستخدم المنتج ده اسالها الناس دي بتطور من منتجها ولا لا، الخدمه لو الدنيا ماشيه كويس خلاص انا عارف ان الشركه، بغض النظر بقى عن الارقام، ما انا بستخدم الشركه دي بشكل يومي. لو 30% بس من شبابنا فهموا الكلام ده وطبقوه، البلد دي هتروح في حته تانية. هي والله اللي احنا نفسيا وماديا وفكريا. بجد انا فخور بيك. يعني بصراحه يا احمد، انا بلد معتمدين على نفسنا. احنا من احسن الحاجات اللي حصلت في الكام سنه اللي فاتوا ان حصل زي ما انا بقول لك التعويم على الوعي ان احنا يا جماعه لازم نخلي بالنا من فلوسنا. لا بس عايز اقول حاجه تانية بس مهمه قوي انت بتقولها. لا اللي حصل في الكام سنه اللي فاتوا برضو ان حصل وعي ان احنا عايزين نساند المنتجات المحليه. انت بتساند المنتجات المحليه دلوقتي عن طريق ان انت بتشتري المنتج المحلي او انك تستثمر في الشركه دي. لو الحاجات دي حصلت، احنا كبلد زي ما بقول لك، غير ان العجله قامت، احنا كبلد مستقلين. احنا خلاص انا مش محتاج بقى احنا اللي بنصنع لبسنا وبنصنع اكلنا وبنصنع شربنا وبنصنع كل الحاجات دي كلها. اعتمادك على الوارد اللي جاي من بره يعني خلي بالك ايه دلوقتي انت جيت قلت لي احمد طب ما استثمر، ما اخش شراكه مع اصحابي في الحاجات دي كلها. هرجع اقول لك تاني، البورصه هو اختراع بيساعد انك واحد بقى الناس دي الشركات ديت عليها رقيب ان هم بيقولوا ارقامهم صح، بيقولوا حاجاتهم صح، ما بيضحكوش على الناس. البورصه اختراع بيساعد ان انت بقيت شايف ثمن الشركه دي قد ايه، بدل ما انت لو بتستثمر في شركه بره البورصه مش عارف انا كسبان ولا خسران. وعندك القدره انك تبيع في اي وقت. هو من الاخر كلنا
نفسنا يبقى عندنا استثمار في شركات، كلنا نفسنا نعمل شركاتنا. البورصه هو اختراع ساعدك ان انت تبدا شركتك من غير ما تبدا شركتك. انا بكره بقى عندي بنك، بقى عندي اسهم في بنك، انا بكره بقى عندي اسهم في جامعه بمدارس، انا بكره بقى عندي اسهم في مستشفيات. شوف شو قول لي ايه القطاع. بقول لك ايه، انت مش ساعات بتأجر استوديوهات من مدينه الانتاج الاعلامي؟ انا بكره بقى عندي اسهم في شركه مدينه الانتاج الاعلامي. ما عملتش بقى انت، بس حطيت فلوسك، بقيت مشارك، بقيت مساهم، واسمك في قائمه هذه او هؤلاء المساهمين. ده الكتالوج او الروشتة، بتبدأ حياتك خلاص، بقى عندك منطق في المعاملة مع الفلوس. ده هيريحك جدا لو انت عملت الروشتة اللي احمد قالك عليها. 50% احتياجاتك، على فكرة الكلام ده ليا قبل ليكوا، يعني انا كل يوم بقول لنفس الكلام. 50% احتياجاتك الأساسية، 30% متطلباتك وهواياتك وما تتمنى شراؤه، و20% استثمار. الكلام ده انت لو طبقته انت بتساعد عجلة الاقتصاد بتاعتك. انت بترتاح نفسيا من غدر الزمان. لو بتستثمر وحصل انفليشن انت متأمن، فلوسك بتزيد مع الشركات اللي بتكبر. مش بتبقى فلوس وتندم لما تقل بقيم تصل لل يعني. انت عارف انت بترتاح نفسيا كمان ليه؟ انك بتبقى عارف انك عملت اللي عليك. هو على فكره في الزمن اللي احنا فيه دوت كل واحد فينا عايز يعمل اللي عليه. النتائج مهما عملت مش بتاعتنا. لو عملت كده، وعارف انت دايما بيقولها ايه، ال 20% دولت بتدفعهم لنفسك. انت عارف لو عايز تقرا عن من اغنى الحضارات في العالم، هي حضاره بابل. من اغنى الحضارات في العالم دي من 4000 سنه. ففي كتاب بيقول لك اللي هو اغنى واحد في بابل، هو زي بيقولوا ايه الحضاره دي كانت بتعملها اللي من اسبابها بقت من اغنى الحضارات اللي شافتها العالم دي من 4000 سنه. كان بيقول لك جوه الكتاب، لو حد قرا الكتاب، من كل 10 كوينز بيجوا له بياخد كوين ده بيستثمره وبيصرف 9 التانيين. الفكره دي من آلاف السنين موجوده، ولما ناس طبقوا الفكره دي، الحضاره دي بقت من اغنى الحضارات اللي عرفتها البشريه. هي بيقول لك احنا مش بنخترع الذره، وبعد كده والله الناس ما فاهمه، هي دي المشكله. لا عايز رايي، هو مش الناس، احنا ليه نجحنا؟ احنا اول ناس. لا انا جاي الحته دي بالتفصيل. بس انا اقول لك احنا احترمنا الناس. ايوه، احنا ناس على فكره فاهمه، بس هو مفيش حد انت احترمهم. بتبذل مجهود جبار بنفسك وبتيجي بتروح للناس عشان احنا احترمنا الناس. انت بتعمل كده. مين تاني؟ انت اللي حصل ان المؤسسات كان ليهم خدمه استثماريه درجه اولى. طريقه بتحترمهم، تتماشى معهم هم عايزين ايه. لما جم الناس يروحوا للافراد اللي زيه زيك، اخدوا نفس المنتج قالوا له استخدمه. يا عم لا، انا مختلف. احنا اللي عملناه، شفنا انت عايز ايه. انا عايز تطبيق، انا مش عايز اروح للفرع، هعمل لك تطبيق. عايز تطبيق يبقى بالعربي وبالانجليزي، اعمل لك بالعربي وبالانجليزي. عايز يبقى تطبيق سهل ان انا استخدمه. عايز اعرف احول فلوسي عن طريق البنك، عن طريق انستا باي، عن طريق المحفظه، هعمل لك القصه دي. عايز كمان حد يجي يشرح للشركات، عايز اطلعوا مع الناس يا جماعه، الناس اللي بتتفرج عليهم واشرحوا لنا، هاجي اقعد معاك واعمل. احنا احترمنا الناس، جبنا قلنا نفس الخدمه درجه اولى هاخدها لك، بس هشكلها بالطريقه اللي تناسبك. يعني ايه؟ مثلا بمنتهى الصراحه، بمنتهى البساطه، قبل كده المؤسسه بيتبعت لهم PDF كبيره 30 صفحه بتشرح لهم. انا كفرد مش عايز القصه دي. اعمل لي فيديو، هات لي مديرين الشركات ديت وقولي نفس اللي في الفيديو، بس اعملوا لي في شكل، ما تبعتيش بقى ورقه مفيش. اعمل لي فيديو واتعب. واحنا كمان دلوقتي في عصر انك تخلق كونتنت، هو اسهل حاجه. يعني دلوقتي ايه، شقه هي طق طق طق. فاحنا نجحنا والله. الناس مش هم اللي مش فاهمين، هم محدش احترمهم وقدم خدمه بتحترمهم. صح. اللي احنا عملناه في تندر، احنا مش بس احترمناك، احنا ده من زمان، من اول ما الافكار الاقتصاديه المؤسسيه البورصويه البنكيه اللي احنا قديم الخدمه ما معموله كانوش ليك. بيشرحوا للناس الكلام ده، بس يعني ليه الناس مش فاهمه يعني. عشان احنا عملنا الخدمه ليك. احنا مش احنا بنينا خدمه. يعني انت، هل احنا في تندر عندنا بنقدم خدمه استثماريه للمؤسسات؟ لا. تعالى بقى نثبت الكلام ده. انا قلت لك اهو المفروض ده الصح ودي روشته اللي تمشي عليها، وكتر خيره احمد ما بخلش عليك وقال لك ده هيريحك نفسيا ازاي ويأمنك من مشاكل الحياه ازاي. تعالى بقى شوف الناس فهمت ده وحجم التطور ازاي. الشهر اللي فات بس، لما احمد حموده CEO شركه استثمارات بالحجم ده يقول لك ان الشهر اللي فات في انفستمنت زايد عنده ب20
مليار حجم التداول. حجم تداول. خلينا اديك شويه ارقام. يعني تعالى بقى نقول تعالى لهم نقول شوية الناس أرقام. بتفهم كل عشان مدى ازاي نطمن الناس، صح. في 4 مليون واحد نزلوا تطبيق ثاندر. تايم فريم ايه؟ من ساعه ما بدانا. في تقريبا 600 الف واحد اخدوا الخطوه ومولوا حساباتهم على ثاندر. خلاص. ثاندر دلوقتي هي اكبر شركه في البورصه المصريه من حيث القيمه والعدد، يعني من قيمه التداول والعدد. زي ما اقول لك في الشهر 5 سنين يا احنا كمان يعني فقل كمان والله. مجرم. مش احنا والله، مش احنا مجرم. بس انا اقول لك ليه. لما اقول لك ان 20 مليار جنيه ده الشهر اللي فات بس، وهم اكبر شركه. دماغه بتشع افكار قويه جدا. بس انت عارف والله خد بالك، انا مؤمن بحاجه جميله جدا، ان البني ادم عباره عن افكار وترددات. يعني مؤمن بيها دي جدا جدا على فكره. افكار. بس اللي انا عايز اقول لك لما اقول لك ان عملاء ثاندر ان ثاندر اكبر شركه في البورصه المصريه، معناها مين اكبر قوه دلوقتي في البورصه المصريه؟ هم عملاء ثاندر، اللي هم 80% منهم اول مره يستثمروا عن طريق ثاندر. خلي بالك من الافكار الغلط ان يقول لك ان عملاء ثاندر هم عملاء مبتدئين. لا، هم بداوا مع ثاندر بس هم دلوقتي فاهمين. يعني ممكن ادي لك مثال عشان تبقى فخور فعلا بالمستثمر المصري. من كام شهر كده حصلت مشكله السنترال والانترنت قطع، صح. والانترنت مملوكه لشركه تيليكوم ايجيبت اللي هي شركه مدرجه في البورصه. يوم الاربع ايه اللي حصل في سهم تيليكوم ايجيبت؟ نزل ولا طلع؟ لو اللي مش فاهم هيخش. عارف اللي حصل؟ الناس لما جت فكرت قال لك يا نهار ابيض، لو الشركه دي مهمه قوي كده، ان الشركه دي مسيطره على الانترنت، لما الشركه بس حصل حريقه في واحده من مبانيها الانترنت قطع. الشركه دي مهمه جدا 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 في مصر. اسهم تيليكوم ايجيبت طلعت اول يوم تداول بعد الحريقه اللي حصلت في سنترال مصر. قيمه هذه الشركه زادت لانها نتيجه عن ان الناس بقى عندها وعي ان الشركه دي قد ايه مهمه. ده وعي بتاع الناس، ده الوعي بتاع ده الوعي ده اللي بقول لك. ده مستثمر شاف حدث، بص نتيجته وبص رد فعله عليه. دول افراد عمرهم ما كانوا بيستثمروا قبل كده. عايز اقول لك برضو حاجه برضو على من الحاجات اللي احنا فخورين بيها جدا. ال 20 مليار جنيه دوت هو ده السمسار، هو الناس اللي بتحط وقت ومجهود. طيب حجم استثمارات العملاء عندنا 20 مليار جنيه ده تداول. ده الشهر اللي فات، ده شهر الشهر اللي فات يعني بقى لنا كام شهر هو دوت الفلات ريت ده اللي بنعمله بلس ماينس يعني. طيب حجم استثمارات العملاء في ثاندر اللي هي مستثمرينهم في صناديق، يعني مدينهم لناس مرخصه يستثمرون بالنيابه عنهم سواء ثاندر او غيرهم. 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه ده حجم، ده مصريين حطوا حته صغيره من مرتباتهم بيحطوها بشكل شهري في استثمارات ناس مختلفه. انا بقول لك الموضوع ده موجود وشغال. انت خلاص بقيت اكبر شركه في السوق ده، اكبر شركه في مصر، لدرجه ان احنا الريجوليتر في الامارات. انت اكبر تربو للاقتصاد المصري ان شاء الله يعني. واكبر منتل هيلث للاقتصاد يا رب للمستثمرين. يا رب نكون بنساعد الناس ان هم لا يعني خلي بالك والله لا وحياة ربنا وانا بفكر فيها والله الزمن ده زمن صعب قوي جدا، وكل اب وام عليهم مسؤوليات كتيره جدا على كل كل المستويات على فكره. انت انك تحط الحته اللي على الجنب دي، نام وانت عملت عليك. والله لو انت بس بقى عندك هذا الوعي ان 20% من مرتبك بتحطه على جنب، انت عملت عليك. انا عايز اقول لك ده نتج عنه ان سوق المال في ابو ظبي تواصل معانا واحنا تواصلنا معانا احنا نعيد نفس التجربه اللي عملناها في مصر نعملها في الامارات، وخلانا احنا ما هذا النجاح. ثواني هم اللي كلموك؟ ايه مين كلمك؟ ودونا لا هم الريجوليتر زي على فكره والله العظيم برضه عشان مش بقول اي كلام. رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه هنا في مصر ورئيس سوق المال في الامارات في ابو ظبي او في دبي، الناس دي اكنها بتدير ستارت ابس، هم ناس ما بيناموش. هم قالوا لنا يا جماعه احنا شفنا انتوا عملتوه في مصر ومهتمين جدا ان احنا كمان يبقى السوق بتاعنا في نفس التداول وحجم الافراد زي ما انتوا جبتوا الافراد تتداول في السوق المصري، عايزين الافراد تتداول في السوق ابو ظبي وسوق دبي. وادونا خلونا احنا اول رخصه ريموت تاخدها في تاريخ هو احنا في سوق ابو ظبي، وان شاء الله كمان قريب جدا في دبي، وان شاء الله في خلال السنه الجايه كمان في السعوديه. كل الحلم احنا ناخد نفس اللي احنا عملناه في مصر وننقله يبقى ان شاء الله في الامارات، وننقله يبقى موجود في السعوديه ان شاء الله. ومش بس كده، ان شاء الله كمان يبقى في الوطن العربي كله.
ده السعوديه كانت رافضه المبدا اصلا، وما كانش السعودية الموضوع خلال سهل ان انت تستثمر في الشركات لا السعوديه. السعودية حجم التطور والتفتح خلال مم. الكام سنة اللي فاتت برضه هو كبير جدا جدا جدا. جامد يا احمد. هو كبير جدا. ممكن اقول حاجه باننا برضه جامد. قلناها ما اتكلمناش عليها. احنا من الحاجات اللي احنا بنتبسط بيها جدا ان 12% من مستخدمينا سيدات، بما ان برضه امنيه قاعده معانا وبتسمعنا. لما بدانا كانوا 3%. مم. اعتقد من اهم الحاجات دلوقتي الرساله دي للسيدات، مم. وده والراجل المفروض يلعب دور في الموضوع دوت. مم. اي ست دلوقتي مهم جدا ان هي تكون مستقله. في نفس الوقت معظم السيدات عندها مهام ومسؤوليات كبيره جدا جدا جدا، ممكن تعطلها شويه انها تبقى مستقله. اسهل طريقه لاي ست انها تبقى مستقله ماليا هي عن طريق الاستثمار. استاتستيكلي السيدات، انا اسف بقول لك كده، احسن من الرجاله في الفلوس في الارقام. هم اللي مسؤولين اغلبيتهم عن مصروف البيت، وهم المسؤولين كمان عن تربيه الجيل الجديد. اكتر طريقه سهله للست المصريه انها تبقى مستقله ماليا صح. هي انها تستثمر، ويبقى جزء من مصروف البيت، جزء من فلوسها بيستثمر. ساعتها هي كده مستقله، هي قاعده مع جوزها عشان خاطر هي عايزه تقعد معاه، مش خاطر عشان معتمد عليه، وهتطلع جيل مم. مستقل ماليا. فاهم برضو الحته دي؟ ومأمنة ولادها ومأمنة بيتها. يعني حتى لو شايفة جوزك مش بيستثمر، اتكلمي معاه، ابعتي له الحلقة دي، ابدأي خدي خطوات على مدار 2-3 تلاقي نتائج قوية جدا. يعني على كلام احمد، انت ممكن مثلا لو استثمرتي في اهم 100 شركة و10 منهم ضربوا، وبتحصل. وفي سنين بتلاقي الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه والشركه الفلانيه انت قبل ما ابدا كسروا الدنيا. انت قبل ما ابدا قلت لي يا احمد بص كده على قول لي عايزين نقنع مثلا حقيقيه. فانا مش هحور واجيب لك بقى في 2023 زادت 70%. عشان تفهموا بس الجمله، انا بقول له واحنا قاعدين وانا ببقى قاعد في اي مكان، اكتر حاجه بتسال عليها من بعد برنامج ملهم حلقه احمد بتاعه الاستثمار. استثمر في البورصه يا ريس. انا الجمله دي مثلا سمعتها ما لا يقل عن 600 مره. انا بقى بقول لك مش هروح لبعيد. انا بقول لهم انا برد على حد علمي فاهم. انا مش هروح لبعيد. دي شركات بورق لو كنت حطيت 10,000 جنيه في اكبر 100 شركه في البورصه المصريه من سنه، كنت عملت عليهم 40%. كنت عملت عليهم 4,000 جنيه من غير ما تعمل انت ولا اخترت ولا اي حاجه. ولو كنت بقى 1000 جنيه كل شهر، يعني لو كنت حطيت مليون كنت حطيتهم 1,400,000 من غير ما تعمل اي حاجه. وده بقول لك ده اداء BMM 100 اللي هو بيحول لك على اول شركه العقاري. من حوالي 6-7 سنين كده كان ممكن يعمل 100% و200% و150%. النهارده بيخسر. على فكره انا عايز اقول لك حاجه. هو انا ممكن اقول لك انا بقول لك أنا مثلا يعني في شركه في قطاع الاجريكلتشر عامله اكتر من 200% خلال السنه اللي فاتت. انا بس احنا بيفرق معانا جدا ان انا مش جاي ابيع للناس واقول لهم يلا واعمل 200 و300 و400%. ده مش هدف ان احنا نعمله. احنا الاستثمار زي التمرين. ده وعي. انت بتتمرنش عشان خاطر هتمرن اسبوع لا وعي، اسلوب حياه. هي اسلوب حياه، جزء من حياتك. هو ده اللي هيدي لك الراحه النفسيه ويخليك تعرف تعمل اكتر في حياتك بمنتهى البساطه. سؤال يا احمد، قول لي، انت شايف الايكو سيستم في مصر بينمو في ديبارتمنتس ايه؟ يعني حتى لو انت مثلا هتشاور ايه المجالات الواعده اللي تحت ايدك؟ انت قدامك نظره ممتعه الحقيقه، انت باصص على اقتصاد من اعلى زاويه ليه. فانت بتكلم دلوقتي ناس فاهمه خلاص، اوكي اوريدي دي ار تريدنج وهم في اللعبه. يعني شايف ايه من عندك؟ شايف ايه عن مصر؟ المجالات اللي طالعه، الشركات اللي بتنور. خلي بالك انت مصر دي دايما بقول لك هي من احسن الحاجات اللي على مصر. هي اكنها اوبن بوفيه. عندك 50 مشكله ممكن تحلها، وعندك القدره انك تعمل بيزنس فيها تحقق فيها ارباح قد كده، وفي نفس الوقت يبقى عندك تاثير قد كده. في الاول وفي الاخر احنا 120 مليون واحد دلوقتي، متفتحين جدا ان احنا نجرب حاجات كتيره، متفتحين جدا على التكنولوجيا. عندنا
الوعي المالي بيزيد كل يوم، وعندنا برضو الوعي اللي هو حته انا عايز اساند شركات محليه. بلدي. اي حد هيعرف يعمل منتج محلي بمستوى، مش هقول لك حتى نفس مستوى المنتج الاجنبي، بمستوى اقل شويه او قريب من المنتج احنا الاجنبي، بندعمه هيكسر الدنيا هنا بنشتري منه وبنفضل بالظبط. البلدي ونفسي على المستورد يبقى يعني. نفسي يبقى عندنا الفكره ان احنا نكون مش بس استفدنا من مومنتم معين كان طالع خلال السنتين اللي فاتوا، استخدمناها كفرصه هنبني عليها ان وعي. فعلا يبقى احنا المنتج المحلي بتاعنا اقوى من المنتج الاجنبي. مصر بقى كبلد في مكانها احنا كلنا اتعلمناه، تعرف تصدر بمنتهى السهوله لافريقيا، تصدر لاوروبا، انت اي حاجه تبنيها هنا سنتر العالم. احنا كمان عندنا العماله. انا كنت قاعد مع احمد التصنيع في مصر سعره رخيص. كنت قاعد مع مستر احمد الجندي CEO هاير ايجيبت، وبيتكلم معايا ان هو بمنتهى البساطه جاب هاير ب7 8 مصانع حطهم هنا عشان يديستريبيوت الشرق الاوسط كله بسهوله. بس فانت عندك فرصه ذهبيه دلوقتي ان المصريين عندهم القدره ان هم يتقبلوا جوده اقل مقابل ان هو يكون مصري. دعم الاقتصاد. بس ده المفروض تكون بدايه منك، ان انت يكون عندك الهدف بتاعك ان جودتك تبقى اعلى من عندك الفرصه انك مش جوده وسعر يعني. برضو خلي بالك دلوقتي اللي حصل في خلال الكام سنه اللي فاتوا، حصل رواج كبير جدا في المنتجات المحليه. حتى اليوم الجوده اقل شويه من المنتجات الاجنبيه واغلى. لازم مع الوقت الجوده تبقى احسن، معادله تظبط بالظبط كده، ساعتها ده بيزنس. بص ان البني ادم يكون عنده وعي استثماري وثقافه استثماريه، ده بيريحه وبيهديله باله لانه دايما حاطط نفسه في بوتقه امان يعني. الكابيتالز الكبيره بتبقى جبانه شويه. لو انا عايز اقول لهم من عندك برضو من نفس وجهه النظر يعني، الدايركشن الموست بنفيتلي يعني. انا قاعد مع رئيس موجهين الاستثمار في مصر يعني. خالص. فلو حد معاه كابيتال كبير وعايز يبدا يتحرك بيه، صح، تنصحه بايه؟ صح. وكابيتال كبير ده برضو كمستثمر يبدا من كام؟ صح. لا انت كده كل واحد على حسب يعني. انا ما اعتقدش في كابيتال. اقصد مثلا ايه، اصل 10 مليون غير 10 مليار غير يعني، فاهم قصدي؟ وفي ناس بتستثمر بارقام كبيره في شركات تانية يعني. احنا بنتكلم على الافراد. واقول لك كلمات كمان بشكل عام يعني. هو نصيحتين دايما بننصحهم. النصيحه الاولى، مفيش استثمار هو ده الاستثمار الصح. يعني ايه؟ يعني الناس التوجيه somehow الوعي. انا بكلمك بس انا قصدي هو في خناقه كده احنا بنتخانقها، اللي هو دايما يقول لك تبقى قاعد في قعده يقول لك لا 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 مفيش احسن من الذهب، يقعد يقول لا 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 مفيش احسن من الشركات، لا 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 مفيش احسن من العقار، لا 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 مفيش احسن من البنك. هو الحقيقه ان كل واحد فيهم بيأدي غرض معين. فانت اول نصيحه، الكابيتال بتاعك لازم يكون متقسم على هذه الاستثمارات، وتبقى انت فاهم كل استثمار بيجيب لك ايه. دي اول نصيحه. انا لما حد بيجي يقول لي يا حموده انا او يا احمد انا معايا المبلغ ده، انا معايا 5 مليون جنيه، معايا مليون جنيه، او ممكن يكون المبلغ كبير ده بالنسبه له، معايا 100,000 جنيه، ده راس مالي يعني. اللي هو ده جزء كبير جدا من ما املك، عايز احطهم على ثاندر دلوقتي. بقول له حطهم كلهم على كلاودز اللي هو بيدي لك ال 20% في السنه، فده المضمون. وكل شهر هناخد منه 10% نقسمه على الشركات بشكل يعني، اللي هو نحطه في شركات، نحطه في الدهب، الحاجات دي كلها. ليه؟ لان انت برضو في سوري الكلاود ده التحويش اللي هو بيديك 20%. الصناديق، صندوق التحويش على ثاندر. من الحاجات اللي دايما الناس بتتكلم عليها، هو يقول لك انا هعرف اختار التوقيت المناسب، اللي هو اعرف امتى اشتري الذهب، امتى اشتري الشركات، امتى اشتري العقار. ده مستحيل، او يعني مش مستحيل يعني، اتفق الناس ان هو صعب جدا انك تعمله. مقابله اسمه التوقيت في الماركت، يعني انك تاخد اكشلي التوقيت ولا الوقت، انك تاخد وقت. بقول لك انت الاستثمارات كلها سواء العقار سواء الذهب بيعمل كده، صح؟ يعني بيطلع وبينزل، بيطلع وبينزل، اوفر اول بيطلع، بس هو بيطلع وبينزل. احسن حاجه لو انت بتعمل بكل شهر لما ثمنه بينزل تشتري شويه كمان، فانت قاعد بالعكس انت لما ثمنه بينزل بتستفيد فده لما انت بقيت هتشتريه بالغالي هتشتريه بالرخيص، بالرخيص. محتار هو انا ده احلى توقيت. لما تقول لي مثلا ايه اشتري دلوقتي المبلغ كله الذهب، لو هنحط فلوسنا كلها في الذهب دلوقتي يبقى لازم يكون ده احسن وقت تشتري ذهب. اقول لك لا، حط كل شهر حته منه في الذهب. والله نزل تمام تشتري، طلع ما انت كنت شاريه قبل، فانت طق. هو ده من النصايح اللي دايما الناس كلها بتتفق عليها.
لو انت على فكره الجمله اللي احمد قالها ال3 ثواني اللي فاتوا دول شركات بتحاول تبيعها للناس. احمد حلها لك في جمله. اصل خلي بالك احنا عايزين ده- والله ده- احنا عايزين ده- ناس ده- تكسب معانا على المدى البعيد. انا مش عايز يعني مش الكلام ده غالي قوي. الحاجه الثالثه المهمه قوي، الحاجه الثالثه المهمه قوي، عايز تختار انت الشركات بنفسك، عايز تختار العقار بنفسك، حط وقت ومجهود وادرس وافهم. ثاندر اكس بالظبط، وحط وقت بالظبط، وحط وقت ومجهود. يعني انت لو هتقول لي انت انا بتحل من الجذور. لكن انا ما عنديش وقت ومجهود وعندي مشاريع تانية واحلام تانية، هل معناه انا ما استثمرش؟ لا، حطها بقى في صناديق. صناديق ناس مخصصه حاطه هم الوقت والمجهود عشان يستثمروا بالنيابه عنك بمنتهى البساطه. مش هتحط وقت، يعني خلي بالك ثاندر اكس والناس اللي بتستثمر بنفسها بتكسبنا احنا فلوس اكتر من الناس اللي بتحط فلوسها في صناديق. عائد الربح بتاعي على الناس اللي بتستثمر بنفسها اكبر. دي ناس بتذاكر معانا من عائد الربح اللي باخده على الناس اللي بتحط فلوس الصناديق. بس انا بقول لك اهو، ما عندكش وقت، مش مستعد تحط وقت ومجهود، حطها في صناديق. عايز تحط وقت ومجهود، انا هعمل لك احلى منتج تشتغل معاه، بس لازم تحط. عشان كده بقول لك احنا احترامنا للناس، انك تعرف تختار بنفسك شركات مش صعبه، محتاج وقت ومجهود. وانا هبسط لك الدنيا وابعت لك، وانا هجيب لك ناس تذاكر لك الشركات وتبعت لك ملخص في شكل فيديو لكل استثمار والكلام ده كله. بس ده معناه برضو انك تحط وقت ومجهود، تقرا الملخص، تفهم، تقول انا عايز اخد الاستثمار ده ولا لا. منتهى البساطه. انا شغوف كل مره ببقى قاعد معاك فيها اكتر واتكلم معاك. بتعجبني قوه ارادتك، انك الاول حاجه كانت صعبه جدا انك تعمل فكره زي دي في مصر. بتهيألي انت من اول الناس اللي خدت الرخص دي، صح؟ احنا اخر رخصه في مصر كانت طلعت في 2008. انت دايما عندك حاجه قويه جدا في ممكن اقول لك على حاجه برضه، عشان انت من السؤال ازاي الناس تثق في ثاندر. هقول لك على حتتين مهمين جدا، او اكشلي 3 حاجات. واحد، ثاندر هي شركه مرخصه من الهيئه العامه للرقابه الماليه، واخر واحده خلاص، ومن ابو ظبي، مرخصين بكل التراخيص. دي اول حاجه. تاني حاجه، ثاندر لحد النهارده جمعت اكتر من 37 مليون دولار من اكبر المستثمرين في العالم، منهم اكبر الجامعات في العالم، من اكبر الجامعات اللي في العالم استثمرت في ثاندر. وتالت حاجه، اوريدي في اكتر من مين ده؟ قول لي ما ينفعش نقولها، بس هي من اكبر جامعه في العالم في مجال وانت احساسك ايه؟ في مجال الانجينيرنج، في امريكا، مستثمره في ثاندر. وجالك الخبر ده ازاي؟ وايه اللي حصل؟ احكي لي. وانت احساسك ايه بعدها يعني؟ لا يعني احنا ممكن اقول لك على حاجه برضو عشان اكون صريح معاك. لما عارف لما اقول لك ازاي ان من اكبر الحاجات اللي انت هتعملها لما تستثمر 20% في كل شهر، هتكون عامل اللي عليك. والله كل مره بنبقى عايزين نعمل جوله تمويليه بنكلم تراب الارض، اكبر الشركات، وبنروح وبناخد ميتنجز وبنسافر وبنلف وبنعمل ونقعد نتكلم مع اكبر المستثمرين. خلاص، بعد كده كل مره لازم ربنا كده يوجه لك رساله، انت ماشي صح ولا لا؟ هي مش بمجهودك، هي انت عملت اللي عليك. احنا الجامعه دي كانت حاضره ابديت بنديه لواحد من المستثمرين. اصل ما فيش حد بيروح يبيتش للجامعه. والله العظيم انا اصلا ما اعرفش اصلا هم بيبقى عندهم زي انداومنت فاند، عندهم زي صندوق بيستثمروا بيه. فهم كانوا حاضرين مكالمه، احنا بندي ابديت لمستثمر عندنا. هم مستثمرين هم غالبا بيستثمروا في فاندز، بيستثمروا في مستثمرين بالظبط. بعد ما لفينا امريكا ولندن، وهم اللي قالوا لنا احنا عايزين. كان بالنسبه لي انا، دي كانت اخر راوند. كان بالنسبه لي انا شفتها اصلي 3 مرات قبل كده او 4 مرات. هو انت بتعمل اللي عليك وبعد كده ربنا بيجي يقول لك هي قاعده من حيث لا تحتسب. عشان كده بقول لك انت في حجم الاسترس اللي علينا دلوقتي، انت عايز تبقى نايم بالليل عارف انك عامل اللي اديت حق اولادك، اديت حق نفسك، اديت حق. بتبدا زي ما بقول لك كده، لازم اتمرن كل يوم. وعلى فكره بيقول لك من احسن حاجات بتاخدها لما بتتمرن كل يوم، او ما بتخلص تمرينه، انك بتحس ايه ده، انا عملت حاجه، انا انجزت. انك الدوبامين بيعلى. لو كل شهر بتحط. وعلى فكره من اكبر الغلطات انك بتستنى لما بعد ما مرتبك ينزل وتصرف وتاخد الباقي. لا، مرتبك بينزل، ادي الفلوس اللي على جنب، دي فلوس ولادي، فلوس اهلي، فلوس احلامي، فلوس انا اعمل اكتر، بتحطها على جنب. اصرف 80% زي ما انت عايز، ما تستلفش. انت كده عامل اللي عليك. وهنيئا لك هدوء البال بالزبط. وهنيئا لك امان العمر والاستثمار والامان المالي.
واحمد انا فخور جدا 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 بعلاقتي بيك، انا كمان والله. وحقيقي انت شخص قوي جدا، وربنا ينفع بيك الناس دايما ويجعله في ميزان حسناتك. وانت كمان. و و و و وصدقني انت من القلائل الاقوياء الناجحين الطموحين الشاطرين قوي 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 قوي، وانا فخور ان انت مصري. لا والله زي- انا اقول لك والله، انا بس بجد يعني. والله العظيم انا بجد مصدق جدا في الناس اللي زي وزيك، ومصدق جدا في المصريين، ومصدق جدا في الجيل بتاعنا دوت، الجيل العربي دوت، مصدق فيه جدا جدا جدا. وانا عارف انت لو بس احترمته، لو احترمته واديته حاجه تليق بيه هو هيطيرك. لما نتقابل بقى انا وانتوا تاني في الشارع، لو عايزين تسالوني سؤال تاني سالوني، دي عشان من مش نيتي على هبطل طول اجيب بقى. احمد. اديهم من نيتك. شكرا جداً. ليكوا جدا جدا، شكرا يا احمد ان انت نورتني، وشكرا لوقتك ومجهودك، انت جاي لي من السفر. اعزائي المشاهدين، حبايبنا اتزان بنوزنها فيه كل حاجه. اتمنى نكون قدمنا نصائح ماليه كويسه من واحد من اهم خبراء المال والاعمال في الشرق الاوسط، احمد حموده. انا اتشرفت بيك جدا أنا اللي النهارده، اتشرفت. وانت نورتني. انا اللي يعني. اتشرفت والله، شكرا جدا جدا. سلام.